تخيل معايا كده انت اشتغلت على ابلكيشن لشهور وصرفت ميزانية محترمة وعملت كود زي الفل، ويوم بقى ما تيجي تطلع لايف برودكشن اول مستخدم جه يفتح البرنامج لقى ان اهم عملية في البرنامج بتاعك ده كله مش شغالة وبيتك على الزراير ومفيش حاجة بتحصل. الموقف ده مش كابوس، ده واقع بيحصل كل يوم لسبب واحد بس، وده بسبب اننا استخسرنا اسبوع واحد بس نعمل فيه يو اي تي. بص يا سيدي، اليو اي تي او اليوزر اكسبتنس تيستنج ده مش تيست عادي بيعمله التستر عشان مجرد بس ان هو يشوف الكود شغال ولا لا. ده التست اللي بيعمله صاحب الشغل او المستخدم النهائي اللي هيجي خلاص يلبس في السيستم بتاعك ده. احنا هنا مش بنساله هل الكود ده كان صح مثلا وشغال زي الفل، او هل ده اللي كان مطلوب وخلاص وكان مكتوب على التيكت اللي انت كنت شغال عليه، لكن احنا هنا بنسال هل ده اللي كانوا هم عايزينه فعلا العملاء بتوعنا، وهل فعلا ده فرق مع المستخدم وحلله مشكله كان بيواجهها. وللاسف غالبا احنا بنكسل نعمل الخطوه دي اصلا ونعمل اليو اي تي تيست بسبب اشياء مثلا زي الوقت بيجري مننا والديدلاين جه، يلا يا جماعه عايزين ننجز، او ان احنا فاكرين ان التستنج الكيو اي ده شيء كفايه جدا، او مثلا يجي عميل ما يعرفش اصلا الفيتشر دي وما اختبرهاش بشكل كافي ويجي يقول لك لا اطلعوا برودكشن ومالكش انت دعوه وكله تمام، وفي الاخر هتلبس انت وكل اللي معاك. ليه ما ينفعش نتجاهل خطوه زي اليو اي تي ونعتمد على الكيو اي بس، باعتبار ان ده اختبار وده اختبار. اول نقطه، التستر هو شاطر وزي الفل وبيقدر يطلع اي مشاكل، بس للأسف هو بيفكر بطريقة تقنية قوي، وكمان هو دارس السيستم من الألف للياء. لكن لما تيجي للمستخدم انت ما تقدرش تتوقعه، المستخدم بيتك في حتت يعني غريبة الحقيقة، أنا ما حدش يتوقعني، أو تلاقي إن ليه طريقة شغل أصلا على السيستم بتاعنا إحنا مش فاهمينها بنسبة 100%. النقطة التانية، في قاعدة عندنا في السوفت وير انجينيرنج بتقول لك إيه، إن لما تيجي تصلح بج وهي لسه في مرحلة التطوير هتصلحها بقرش، لكن لو طلعت لايف وبقت فضيحة على العلن تكلفتها هتبقى 100 قرش، ده غير السمعة اللي بقت في الأرض. النقطة التالتة، كتير بناخد متطلبات من العملاء وحاجات المفروض نشتغل عليها وبتتفهم غلط. اليو تي ده بقى هو الساعة اللي بنقول عليها ساعة الحقيقة، بنشوف هل اللي احنا بنيناه ده فعلا حل مشكلة العميل، ولا احنا بنبيع له اي حاجة والسلام ملهاش اي استخدام وملهاش اي لازمة بعد كده. فافضل حاجة في اليو اي تي انك بتخلي العميل بنفسه هو اللي يتست الحاجة بتاعته ويقول اي حاجة شايفها على السيستم ده او على الفيتشر اللي انت شغال عليها بدري بدري، فتقدر تعدلها بدل ما تطلع البرودكشن وبعد كده ترجع تعمل تعديلات وباتشز وهكذا. اليو اي تي هو مش تضييع وقت، دي حاجة بتأمن مشروع كامل، تيم وناس شغالة عليه. ولو عايز تنام وانت مطمن قبل البرودكشن اللي انت مثلا هتعمله تاني يوم، لازم تدي السيستم بتاعك ده للمستخدم يجربه كويس قوي بالتعديلات اللي انت عملتها، وبعد كده خد الفيدباك بتاعه وعلى اساسه هتحدد اذا كنت هتخلي باقي العملاء كلهم يتفاجئوا بالشيء ده، ولا محتاج فعلا تعمل التعديلات اللي اقترحها عليك وبعد كده تروح برودكشن عشان ما تبقاش الفضيحة بجلاجل. ولذلك وجب عليك أن تتريث يا هندسة. ولحد هنا خلصت حكاية النهاردة، ولكن حكايتنا لسه ما خلصتش، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.